السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزنا الحضور، أسعد الله مساءكم وأهلا وسهلا بكم جميعا في رحاب المركز الثقافي العربي في منبج، احتفاء بأعيادنا الوطنية، عيد العمال وعيد الشهداء. يسر المركز الثقافي العربي في منبج أن تقيم أمسية لكل من الشعراء الشباب، أمسية شعرية نقدية، الأستاذ رشيد عباس والأستاذ حسام تيجان والشاعر والناقد الأستاذ ريبر عادل أحمد. وكل عام ووطننا وقائد وطننا معافى، وأدام الله علينا نعمة الأمن والاستقرار. ندعو شاعرنا الأول الأستاذ رشيد عباس ليلقي علينا من قصائده. والأستاذ رشيد إجازة في اللغة العربية، يعمل مدرسا لمادة اللغة العربية، شاعر في المشهد الشعري في سوريا، له مجموعتان قيد الطباعة، شارك في عدد من المهرجانات وعلى منابر المراكز الثقافية في القطر، وينشر في بعض الدوريات والمواقع الإلكترونية. ندعو شاعرنا للحديث، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم، وأشكر إدارة المركز الثقافي على استضافتي، وأشكر حضوركم. سأقرأ 3 قصائد، الأولى بعنوان هاجس. أنادي وصوتي لا يزال معلقا على الدرب يعلو، في الفراغ يطير. أبعثر صمتي بالأنين وأحتسي شجوني مع الذكرى، فبعدك نير. تقولين لا تشعل نداءك في الصبا، ومهما تقولي فالقرار عسير. على كل قلب لا يعاني من الهوى بثور، وفي صدر النداء كسير. أفيض مع الأحلام من شدة الندى، كأني صدى الأنهار حين أسير.